السلام عليكم. اليوم جبت لكم فطائر المقلاة ولا لي سوفلي في المقله. وصفه بزاف شابه وبزاف بنينه وبزاف بزاف 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 خفيفه. ماشي كيما الوصفات اللي تعرفوهم ديجا. شوفوا العجينه تاعها رقيقه، قد ما تاكلوا منهم ما تشبعوش. اون بليس دو سا طريقه سهله. ومام العجينه مام تقعد بزاف بنينه. شغل درتيها دوكا مام كي تبات تقعد شغل درتيها دوكا. نبداو الطريقه على بركه الله. درت مغرفه تاع سكر، مغرفه تاع خميره كيميائيه، كاس تاع حليب دافي. نخلط هاد المكونات تاعي، خلطهم بيان ونخلوهم يتفاعلوا مع بعض. هاد الفطائر تاع المقلاة باش ينجحوا لك بيان لازم ديري لاباط تاعك تكون رقيقه. ولا فارس ديري فيها واش حبيتي، اختياريه. ديجا انا دوك باش ما نطولش عليكم في لا فيديو درت لكم جوست لاباط كيفاش ديروها والطريقه كيفاش تحلوها وديروها في المقله تاعكم. والحشو قلت لكم اختياري كيما حبيتو نتوما، الحشو اللي حبيتوه ولا اللي كان متوفر عندكم ديروه. انا خليتهم هنايا 10 دقائق قسمه تفاعلوا فقط. وزدت نكمل الوصفه تاعي. جبت النص، ماشي نص، شويه تحت النص تاع الزيت، ونزيد معاهم كاس تاع دقيق رطب. هذه انا باش تجيني لاباط تاعي تاع فطائر المقله يجوني بنان وتقعد لاباط تاعهم ميم تقعد غد من داك تقعد مليحه صاري له كيما واش يقولوا له الخبز الطاجين تاع اللي يجيب دقيق ولا اللي يجيب الفارينه. سي با باغي، يعني ماشي كيف كيف. تاع الفارينه اللي تكلفي نهارو تاع الدقيق يقدر يبات. زدت معاه الملح بيان سور. قلت لكم درت غير كاس تاع دقيق الرطب، فوالا. ومن بعد نكملوا بالفارينه، الباقي نكملوا بالفارينه. زدت انا زوج كيسان تاع فارينه. الكاس الاول درتو ديراكتومون، الكاس الدوزيام ما نديروش ديراكتومون، نبدا ندير فيه غير بالعقل. يعني طريقه سهله بزاف كيما كامل لي بات. شغل راح ندير خبز ولا عفسه هكذا، ولا راح ندير لاباط تاع بيتزا ولا نديرها. وشنو هاد لاباط قلت لكم السر تاعها والنجاح تاعها باش تجيك خفيفه وقد ما تاكلي منها ما تشبعيش. لازم نديروا دقيق في لاباط. وحاجه تانية لازم نديروها رقيقه باسكو على كي طيبيهم في المقله. يعني وكي ديريه في المقله مش باش يطيب لك بيان هذاك اللي داخل. كي ديريها خشينه شويه راح تجي شغل ميم طيب لك ما شغل كي تاكليها تجيك شغل معجنه شغل هكذا. انا غادي ندير في الكاس الدوزيام. الا حبيتو ما نديرونجيكمش ديروا لي جيم ولا اشتراك كيما حبيتو، باسكو انا حنزيد ندير وصفات تاع مملحات طلبوهم مني في الفيسبوك. مملحات، وكاين اللي قالوا لي الخبز، وكاين اللي قالوا لي لي بلا تراديسيونيل. باسكو انا سقسيت قلت لهم واش تحبوا تفضلوا ندير لكم. اي بان قالوا لي ديريهم لنا كامل سون اكسيبسيون، حتى لي غاتو ساك قالوا لي ديري. وحده قالت لي ديري لي تاع الوراشات. اي بان ندير لكم يعني كل مره واش ندير، خطره مملحه، خطره بلا تراديسيونيل، خطره ندير لكم غراتان، خطره معجون. كل خطره واش ندير لكم باش تكون لاشين تاعي متنوعه كما كتبت لكم في الوصف تاعها. انا الكاس لو تروازيام يعني الكاس الثاني تاع الفارينه درتو، خليت قيس مغرفه برك تاع العشاء اللي ما درتهاش. يعني قلت لكم ديروا العجينه تكون طريه. خليتها خمرت. كي خمرت جبت شويه فارينه في لو بلان دو طرافاي، يعني في مكان العمل. وراني نحيها من هذاك الريسيبيون تاعي، يعني من الاناء، ونحلها ومن بعد نقسمها. انا هنايا قسمتها على 7. الا حبيتو الحبات صغار قسموها على 10 ولا كيما حبيتو. يعني انا شفتو الحبات تاوعي جاو كبار ما شاء الله. ولا حبيتو يجو خشان على انا واش درت قسموهم على 6. ولا ديروا الحبات صغار خليهم على 7 وديروا الحبات صغار باش تجيكم الحبه شغل خشينه. اللي يحبها شغل كيما الخبز وهكذايا. انا ما نحبهاش هكذاك، سينو هكذاك تولي شغل ميم با ماشي سوفلي. الوغ كل واحد واش يفضل. انا نفضل هاد الطريقه باسكو علاه ما نحبش العجين فيها، نحب لا فارس تكون خير اكثر من العجين. اي بان تاعي جاتني لا فارس اكثر من العجين. قلت لكم ديروهم هكذا شكل دوائر ونغطي عليهم نخليهم يرتاحوا 5 دقائق فقط، ماشي حاجه، باش نبدا نحل بالوحده. انا هنا في الصوص يعني في الحشو كانت عندي لا صوص طوماط، يعني صلصه تاع طماطم. هذه الصلصه تاع الطماطم راني محطتها في فيديو سبيسيال يعني خاص. دايره 3 انواع تاع تاع الصلصات. صلصه تاع الجبن وصلصه طماطم وصلصه اخرى تجيب الفلفل والطماطيش والدجاج. تحبوا نخليه لكم في صندوق الوصف الرابط تاع تدخلوا ديريكتومون تتعلموا هاد الخلطات. انا هادو اللي معتمدتهم في كامل الحشوات تاوعي.
ودرت طيبت لا فيوند هاشي، طيبتها تحبوا فيوند هاشي تحبوا بولي هاشي، درت له حبيبه بصل تكون كبيره باش نزكي لا فيوند هاشي تاعي، ودرت معاه كي طابت لي درت غير الملح، ما درت حتى ايبيس واحد اخر. كي طاب لي لا فيوند هاشي مع البصل درت عليه 3 حبات تاع البيض، يعني شغل راح ديري اومليت شغل راح نديرو تاع البوراك. هنا البيض تحبوا ديروه مع لا فيوند هاشي، تحبوا تغلوه وترابوه لداخل، تحبوا تخلوه دي مورسو. هنا تحبوا ديروا فرomاج بورسيون، انا كان عندي مي كنت مزروبه ما حليتوش وما درتوش. تحبوا زيدوا ديروا لها جو بريفير ديروا لها الجبن الطري، دي بورسيون هذوك تاع المثلثات، راح يزيد يزكي لكم في لافاس تاعكم. هنا تقدروا ديروا طوماطيش وبصل، تقدروا ديروا لاصوص هذيك تاع فلفل طوماطيش وبصل، تقدروا ديروا السلق، تقدروا ديروا واش حبيتوا. انا درت واش حبوا ولادي. تقدروا ديروها بالطون يعني بالتونه، وتحلوها دائريه تغرقوها هكذا بهذا الشكل كيما السوفلي عادي، وما تقلبوهاش، ما نديروهاش هذيك القلبه باسكو راح نديروها في المقله هذيك اللي نديروها شغل طفيره في لي كوتي. تقدروا تواسيو تابيو عليها بالفرشيطه، يعني تضغطوا عليها بالفرشيطه للمبتدئات، ترفدوها بهذه الطريقه عادي وتحطوها في المقله. دوك نوريكم كيفاش درتها في المقله. ما حبيتش نديركم لي صوص، قلت لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو، وراح نخلي لكم ان شاء الله الرابط تاع لي صوص اللي عندي. وهذوك لي صوص في 3 تقدروا تستعملوهم هنايا في السوفلي، يعني صلصه الجبن تقدروا ديروا معاها لا فيونداشي، تقدروا ديروا معاها التونه. شوفوا هنا كي قلبتها كيفاش جات. بون هنايا بتيت رومارك ان شاء الله ما نسى مزيان ما نسيتهاش. كي تقلبوا ديروا بالبانسو في المارغرين ولا زبده، وديروها من الفوق باش تجيكم هكذا، تجيكم شغل رايحه شغل محاجب، رايحه شغل سوفلي، رايحه بزاف هايله هاد المملحه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. شوفوا جربوها وادعوا لي، بنينه بزاف اللي راح ياكلها يقول لك غير زيدي، سورتو الا كانت النوعيه تاع الجبنه تكون بنينه راح ما راح تشبعوا منها. فوالا نتلاقاو فيديو اخر، ما تنساوش تجاوبوا اشتراك. مع السلامه.